بنات كتير فرحانة إنها بقت مطلقة. أولًا من قلبي ألف ألف مليون مبروك، ويالّا بقى خدي ولادِك في حضنِك، وأبوهم هيبعت لهم مصاريفهم من الحكم اللي المحكمة هتحكم بيه، وطبعًا المصاريف مش هتقضّي البيت ولا الأولاد، فهتعملي إيه؟ هتنزلي تشتغلي وتجيبي فلوس، أوكي؟ شوية زهقتِ من الشغل والتعب وتربية الأولاد والمصاريف، حاجة من الاتنين، يا إما تتجوزي تاني وتدخّلي راجل غريب على ولادِك وخاصةً لو بنات وما فيش حد دلوقتي بيربي ولاد حد، يا اما هتكملي طول عمرك كده ومحدش يرضى يتجوز واحده بولادها الا من رحم ربي. طب ليه كل ده وعلشان ايه الطلاق؟ عارفه ليه؟ علشان ما فيش حد كان عاوز ينصحك نصيحه لوجه الله. ايوه اتطلقي يا بت وبكره يجيلك سيد سيده، وفي الاخر بعد ما تتطلقي الكل بيبعد عنك، صاحبتك الانتيم وصحباتك هيبعدوا عنك وهيخافوا على ازواجهم منك، ما انت خلاص بقى مفيش راجل معاكي، هيبعدوا عنك وهتبقي معرضة لكلام اللي يسوى واللي ما يسواش. حتى اخواتك المتجوزين كل واحد عنده مراته وولاده ومفيش حد فضيلك. طب ابوكي وامك لو عاشوا السنه دي مش هيعيشوا للسنه اللي جايه، انت فين؟ حرام عليكي نفسك وصحتك وولادك. طب ليه من الاول الطلاق؟ مش كان ممكن نصبر شويه ونشوف المشكله فين ونحلها وما ندخلش حد من بره ويعرف اسرارنا واسرار بيوتنا؟ اتقوا الله وبلاش طلاق، الطلاق خراب بيوت، ما تدوش ودانكم لحد. ونصيحة يا بنتي لوجه الله، حافظي على جوزك وولادك واهلك وامك وابوكي، والله العظيم الست ملهاش غير بيتها وجوزها وولادها. ولو لازم طلاق بقى يبقى باحترام وبالمعروف، وبعد الطلاق لا انت تتكلمي عليه وحش ولا هو يقول عليكي كلمة وحشة. الست دي كانت في يوم من الايام عرضك وشرفك. انا كده قلت اللي عندي، واخر مرة ابوس ايديكم بلاش طلاق، بلاش خراب بيوت، حبوا بعض، قربوا من بعض، الدنيا والله كلها من فاتة. انتم متجوزين علشان المودة والرحمة والسكن والاستقرار، انتم مش في حرب. والله العظيم هنيجي كلنا يوم القيامة نقف قدام ربنا عايزين رحمته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاتقوا ربنا وبلاش تخربوا بيوت بعض. بس كده، سلام عليكم.